السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اللي ما شاء الله نشارك معكم واحد الخبيزه اللي كتجي رائعه. هي لا طريقه بحال الطريقه ديال البيتزا، ولكن ما عندها لا علاقه بالبيتزا. كتجي زوينه بزاف، ممكن تحضروها لوليداتكم في هذا الصيف. علاش لا؟ ديوها معكم للبحر او لوليداتكم للمدرسه او في الكوتي او في العشاء. المهم اي وقت اي مناسبه وجدتوها غادي يفرحوا بها بزاف. كتجي رائعه، كتجي فيها واحد المذاق رائع. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. كما دائما عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واللي ما مشترك في القناه اشتركي اختي في القناه باش يوصلك كل جديد. وندوزو مع المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا عملت واحد نصف كيلو من الدقيق الابيض. يعني بغيتو ديروا جوج خبزات كبار او ديروهم فرديين اللي بغيتو. بغيتو يعني مثلا ديروا واحد الكميه اللي هي كثيره. هنايا ضفت كذلك واحد 25 غرام ديال الخميره المعجونه. اذا ما عندكمش خميره معجونه ديروا واحد معلقه كبيره ديال الخميره اللي كتكون جافه، وزدت واحد المعلقه ديال السكر كما كتشوفوا. صافي زدت عليها الماء. غادي نخليها يعني تذوب شويه الخميره. غادي نضيف لها واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت بلديه اولا زيت الزيتون، وغادي نضيف لها شويه ديال الملحه. كما كتشوفوا الملحه ما ديروها غير في الجنب، ما ديروهاش في وسط مع الخليط ديال الخميره والسكر باش ما تقتلكمش ديك الفعاليه ديال الخميره. صافي غادي نجمع العجينه ديالي. الا عندكم العجانه وبغيتوا ديروها في العجانه، ديروا هاد المكونات كاملين في العجانه وبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه حتى تحصلوا على واحد العجينه اللي تكون مطاطيه، تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه، ونفس الوقت ما تكونش يعني مرخوفه لدرجه انكم ما تقدروش تحكموا فيها. تكون العجينه مرخوفه بحال العجينه ديال البريوش. كما شفتوا انا ما غنعمل فيها لا زبده ولا بيض. يعني غادا ندير غير ديك 3، غنكتفي بديك 3 المعلقات ديال الزيت. صافي. ما عندكمش الزيت زيت الزيتون ممكن ديروا زيت المائده ولا زيت بيضه. غادا ندير شويه كما كتشوفوا، غير شويه. انا يعني تترخف معكم العجينه، تتخلط مزيان. عملت شويه ديال الزيت وصافي. غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي، نديرو عليها واحد المنديل، وغادي نخليوها ترتاح على الاقل واحد 40 دقيقه، على حسب داكشي، على حسب درجه الحراره اللي عندكم نتوما في الكوزينه ديالكم. الا كان عندكم الصدر غير 15 دقيقه ولا 20 دقيقه كتكون اختمرت. ما كانت عندكم شويه البروده في الكوزينه خليوها حتى تذوب الحجم ديالها. هنا كما كتشوفوا انا عملت واحد 100 غرام ديال الزبده. من الاحسن تكون من اصل حيواني. 2 معالق ديال المعدنوس، وواحد المعلقه ديال الثومه اللي حكيتها في الحكاكه اللي كيكونوا عينيها شويه كبيبرين. صافي غادي نخلط هذا الخليط مع بعضياته. هذا هو السر ديال هذا ديال هذا الخبز ديالنا. كتجي رائعه والله العظيم. انا كنوجدها دائما من كتحرف لي ماضه كنوجدها. غادا تجي ما تصوروش، كتجي لذيذه بزاف. بغيتو تزيدها شويه ديال الاوريغانو الزعتر زيدوه، ما بغيتوش اكتفيو غير بهاد المقادير اللي قلت لكم، المكونات اللي عملت معكم. العجينه ديالي كما شفتوها هي الدوبل الحجم ديالها. غادي نخويها شويه من الهواء وغادي نقلبها. غادي ندير لها واحد 100 غرام ديال الجبن موزاريلا. هاد الجبن اللي عندي فيه 200 غرام. 100 غرام النص ديالو غادي نديرو في الوسط ديال هاد الخبيزه ديالنا، والنص غادي نديروه من الفوق. كما كتشوفوا درت موزاريلا غنجمعها وغادا ندوز نقرصها في الصينيه اللي غنديروها في الفران. بالنسبه للفران انا شعلت الفران الفوق وتحت على درجه الحراره 170، وغادي نخليوها تتحمر. عملت شويه ديال الزيت، يعني شويه الزيت شويه هكا داكشي 3 المعلقات ديال الزيت ديروهم في القاع ديال فوق بابيل ديال الفران. ما عندكم شي بابيل ديال الفران ماشي مشكل، ديروا غير الزيت في الصينيه ديال الفران وقرصوها من الفوق. كما كتشوفوا ما كتلتصق ما حتى شي حاجه، حيت اصلا ما غاديش ندهنوها بالبيض. ملي كنكونوا غادي ندهنوا الخبز ديالنا بالبيض ولا البريوش ولا المملحات ديالنا بالبيض، ضروري ما خصنا نستعملوا الورق ديال الفران، لحقاش البيض كيلتصق في الصينيه ديال الفران، ومن بعد كيجي شويه معقد باش نحيدوه. داكشي علاش كنستعمل. اما بالنسبه لهاد الخبزه هادي كما كتشوفوا انا خليتها ارتاحت واحد 15 دقيقه، غطيتها بواحد المنديل خليتها ارتاحت واحد 15 دقيقه، وغادا ندوز نشكل لها واحد الثقب هكا بحال اللي كتشوفوا، اولا واحد الفراغات.
ديروا الطحين باش ما تلصقلكمش. عندي هاد القريعه هادي، عندكم اي مول عندكم بغيتو كان ممكن ديروا بها هاد الفراغات هادو، ممكن تستعملوه. انا عندي هاد القريعه هادي في الكوزينه فيها واحد شويه ديال الزيت، صافي قلت راه نستعمل بها هي بيدا نخدمها لهاد الفراغات هادو. كما قلت لكم بغيتو ديروا يعني ديروا كميه، تزيدوا دوبلوا الكميه. مثلا عندكم على حسب افراد العائله ديالكم. انا بصراحه كنوجد هذا الخبيزه عين نص كيلو ديال الدقيق، والله العظيم الا ما كلينا فيها الصلاه على النبي كتجي كبيره بزاف. ملي قرصوها بحال طريقه الخبز، ما ديروهاش غليظه، ما ديروهاش رقيقه، يعني خليوها واحد، يعني بحال اللي كنقرصوا الخبز ديالنا، خبز عاديه وكنخليوه يختمر. ومع هاد الفراغات اللي كندير فيها هكا في الوسط كيدخل فيها ديك الجبن. ما تصورش كيجي فيها واحد المذاق زوين بزاف، كتجي لذيذه. المهم انا قلت لكم ممكن توجدوها هكا، بغيتو تهبطوها معكم البحر دابا مع جاي الصيف وديك الشيء، هادو هما الوصفات اللي كيكونوا هاد الوقت مطلوبين. اولا يديوها وليداتكم معاهم المدرسه، ولا واش ديها لوليداتك في الكوتي، ولا بغيتي يعني، اولا مثلا شي عشيه هكا، شي كوتي يكون شويه ديال الناس العزاز، ممكن توجديها شي خبيزات هكا. ممكن نقول لكم ممكن ديروهم فرديين. المهم انا كنحاجي عليكم وانا خدامه. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعاليق. كنبقى نهضر بحال اللي كنكون كنكون موحشه في الهضره، واخا كنضل في الخدمه النهار كامل كنغوت بالعاده. حتى كنجي للدار عاوتاني كنكمل. ايوا المهم اذا كنعسو مزيان، كنعياو بالهضره وكنعياو، كنعسو مزيان مرتاحين. صافي كما شفتوا هذه الخبيزه ديالي. عندي واقيلا الكاميرا شويه مضبه، ندوز نمسحها. ايوا هانتوما انا مسحت الكاميرا، شوفوا الالوان اللي خرجوا. التليفون بصراحه الكاميرا فيها واحد التصوير زوين. بعض المرات البخ ديال الكوزينه كيخلي كيضبب الكاميرا، ما كتبقاش يبان الصوره، ما كتبقاش باينه واضحه. المهم انا وزعت هاد الشرموله اللي عملت من الفوق كامله، وغادا ندير هاد الفراغات اللي عندي هنايا، غادا نعمرهم ديك النص ديال الجبن اللي بقى لينا. قلت لكم بوسيطه ديال الجبن، فيها 200 غرام. 100 غرام درتها في الوسط، و100 غرام هي اللي غنديروها من الفوق. وغادا ندخل الخبيزه للفران. ومن الاحسن استعملوا، لو بغيتو ديروا هاد الوصفه ردوا عليا كي جاتكم اولا. وثانيا ديروا الزبده تكون من اصل حيواني، ما ديروش الزبده المارغرين ما ديروهاش، لحقاش المارغرين كتطلق فيها واحد المذاق ماشي هو هذاك. الزبده من اصل حيواني، المانتيكيه كنقولوا حنا هنايا مانتيكيه بورا، يعني هي الزبده من اصل حيواني. ديروا الزبده من اصل حيواني وتفكروني عليها، كيجي فيها واحد المذاق رائع. وصافي كما شفتوا انا ساليت الخبيزه ديالي، عمرتها، غادا ندوز نديها للفران، غنخليها حتى تحمر من الفوق ومن تحت. انا قلت لكم الفران فوق والتحت على درجه الحراره 170 180 حتى كتحمر الخبيزه ديالكم بحال اللي كطيبوا الخبز عادي. غير ما ديروهاش الفران مجهد من الفوق، سينو غتحمر لكم، غتحرق لكم ديك الجبن وديك الشيء. نو، ديروها على درجه الحراره اللي قلت لكم، هبطوها شويه لتحت. وانتم ديك الساعات عينكم ميزانكم، دهنوها بشويه ديال الزيت بلديه من الفوق، لا زيت الزيتون. انا راه دهنتها بزيت الزيتون من الفوق. راه ما بانش في الفيديو، ولكن ماشي مشكل، انا قلتها لكم ملي تخرجوها من الفران دهنوها باش تعطيكم واحد اللمعان، وكيبقى فيها واحد المذاق مع الزبده ومع الزيت بلديه، ما تصوروش كيجي فيها واحد المذاق رائع. المهم غادا نقطعها معكم باش تشوفوها كي جات مفشفشه من داخل، الجوانب ديالها جاو مقرمشين. ما تصوروش. وهاد الخليط اللي عملت له جا رائع. نتمنى ربي يعجبكم الفيديو. كما دائما عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وكذلك للدعم. ودابا بقى لي نقول لكم ان نتلاقاو في وصفه مقبله ان شاء الله. خليتكم الراحه، وجدوا هاد الخبيزه وردوا عليا. يلا حبيباتي، مع السلامه.